أهلا ومرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم ميرا مغربية وأفتخر. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي نناقش معكم واحد الموضوع ديال الهجرة لكندا بالقوانين الجديدة اللي تفرضت في 2024. نشوفوا شكون اللي غيقدر يهاجر بلا ما يلقى المشاكل. غادي نهضروا كذلك على الصعوبات اللي كيعانيو منها الطلبة الجدد، اللي كيعانيو منها كذلك العمال المؤقتين، وكذلك غنشوفوا بعض النقاط اللي خاصة بالنسبة للغوغوبمون فاميليال. ما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيهمهم الامر واللي مهتمين بالهجرة الى كندا. نبداو على بركة الله. بزاف د الناس كتعجبهم كندا، بالاخص ملي كيفكروا انهم يقراو في الخارج او انهم يمشيو يخدموا باش ان تكون عندهم واحد التجربة في العمل. الناس كيقلبوا على هذه الوجهة اللي هي كندا. كندا حتى 2024 اللي هو هذا العام، وهذه بالضبط واحد الأيام، الحكومة الكندية قررت تغير في بعض القوانين ديال الهجرة. هاد التغيرات علاش جات على ود أن كاين واحد الضغط كبير على البنية التحتية الكندية اللي كتهم. أول حاجة هي السكن، ولا ثمن السكن غالي بزاف، ولا أنك تلقى السكن قليل بزاف، وكذلك أن حتى الخدمات الاجتماعية ولا عليها واحد الضغط. لهذا كندا خرجت بهذا القرار. هذا القرار كيهم الأكثرية المدن الكبار بحال مونريال، أونتاريو، وكذلك فانكوفر. هاد المدن عمرو بزاف لدرجة أن السكن ولا غالي، الماكلة ولات غالية، ولا واحد الازدحام في هاد المدن. ولكن هادشي ما تيعنيش أنك ما تفكرش تهاجر وما تفكرش تجي، لا، كاينين طرق وكاينين وسائل اللي يمكن لك تجي بهم، واللي يمكن لك انك تعيش في كندا عادي، ما غتحسش نهائيا بهذا الضغط. خليك معايا ومازال غنشوفوا شنو هما هاد الحلول. الا كنتي من الناس اللي عندها كفاءات في الهندسه، في البني، في الصحه، او في التكنولوجيا، هاد لي دومين مقبولين بزاف، وبالاخص الا كانت عندك معاهم اللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه. اونتري اكسبريس مازال كتدخل بنسبة عالية. أو كاين برنامج المقاطعات ديال الترشيح المقاطعات. هاد البرنامج هذا كيمشي للمقاطعات اللي مازالين خاويين في كندا. مثلا كاينه البرتا اللي كتاخد واحد اليد العامله كبيره. الا كنتي مثلا كتعرف داكشي ديال ليمين ديال الطاقه، كياخدوا العمال في البرتا. كذلك في ساسكاتشوان حتى هي مقبولين فيها الناس اللي عندهم الحرف، حيت عندهم واحد النقص كبير في هاد المدن. إذن ما تنساوش نخرجوا من المدن الكبرى ونحاولوا ندفعوا المقاطعات اللي كتطلب اليد العاملة في تخصصات كثيرة، حيت هي اللي محتاجة. كاينين كذلك عقود عمل اللي دائما الناس كيقدروا يلقاو شركات كبرى كدير هاد العقود العمل. وهاد العقود العمل كاينين في كل موضع، ولو ان التغيير كاين، حيت هاد الشركات الكبرى ملي كتقدم بان عندها واحد الخصاص، اكيد ان الدولة غتقبلها. ما نساوش كندا في 2023 استقبلت 266,210 مهاجر في إطار برنامج الهجرة ديال أونتري إكسبريس. فإلا كنتي باغي تجي عقد عمل لكندا، سواء عقد عمل مفتوح أو مغلق، مازال عندك الفرصة. النقطة الأولى، دفع على حساب أونتري إكسبريس إلا عندك المؤهلات. ثاني نقطة، دفع في المناطق اللي خارجة على المدن الكبار واللي عندها طلب كبير للعمال. ثالث نقطة اللي هي مهمة، أن كندا ولا تتركز وكتزير بزاف بالنسبة للغات، فمهم جدا أنك تكون تتهدر إما اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. دابا غنشوفوا المشاكل اللي كيلقاو الطلبة من كيجيو لكندا كيلقاو صعوبات. أولها كاين مشكل ديال السكن. بزاف ديال المدن الكبرى كيف شفنا بالنسبة للعمال كذلك بالنسبة للطلبة، ولاو ما تيلقاوش فين يلقاو سكن لائق بهم ديال الطلبه، وبالاخص باسعار مناسبه. كنعرفوا بان ملي كيجي طالب يعني خصو يخدم وخصو يخلص الكرا، ولا ما كيمكنلوش بان داك العدد السوايع اللي كيعطيوه يخدم اللي هو 25 ساعه انه يقدر انه يخلص بها غير الكرا. دونك مازال خصو ياكل، مازال خصو شحال من حاجه. ثاني نقطه هي ان الطلبه كيتعرضوا للزياده في التكاليف ديال المعيشه، وبالاخص مع التضخم اللي طرا في كندا مؤخرا. هادشي كيأثر على الميزانيه ديالهم،
وبالأخص أن الطلبة الجدد اللي كيجيو بواحد الميزانية اللي هي محدودة. ثالثا، الطلبة اللي كيقراو في كيبيك عندهم تحدي أكبر اللي هو اللغة. كنعاود نأكد عليها أن التعليم في الجامعات في الكيبيك غالبا ما كيطلب واحد المستوى يكون عالي في الفرنسية، وهذا الشيء كيزيد من الصعوبات ديال التأقلم بالنسبة للناس اللي جاو من بلدان أخرى وما كيكونوش متمكنين من اللغة الفرنسية. وغنعطيكم واحد الإحصاء باش نقربكم للصورة. في 2023 كندا استقبلت أكثر من 807.750 طالب دولي مع ارتفاع سنوي كبير. وفي 2024 معدل السكن المناسب للطلبة في المدن الكبرى نقص بواحد النسبة ديال 30%. والنصيحة اللي غنعطي للطلبة، أول حاجة منين تقرر أنك غتجي بدا تقلب على السكن. تاني نقطة مهمة، إلا كانت عندك مشكل في اللغة حاول أنك تقرأ وتحسن من اللغة سواء الفرنسية أو الإنجليزية. ثالث حاجة، ردوا البال ولاو مدارس كتيرة ومؤسسات كتيرة ما كترفض الطلبة. إلا كنتي غتسجل حاول أنك تأكد قبل ما تسجل، قبل ما دير أي حاجة، أنها مقبولة باش أنها تخرج لك الفيزا إيتوديون. هاد النقطة هذه جديدة والأغلبية مازال ما فخبرهمش، ولاو كانوا مدارس كيتقبلوا ولاو دابا كياخدوا الرفض على ود أن المدرسة، ماشي على ود أن الملف ديالك ما كاملش. بالنسبة للغروبمون فاميليال أو التجمع العائلي، التجمع العائلي ولات المدة ديالو طويلة بزاف لدرجة أن ولاو تيرفضوا بزاف ديال لي دوسي إلا كان فيهم غير أن شي حاجة ناقصة، إلا ورقة أو معلومة ناقصة فبلاص ما يردوا لك الدوسي تكمل المعلومة ولاو كيصيفطوا لك فيها الرفض. وهذا اللي خلى بأن المدة بالنسبة للناس اللي خارج كندا كانت كتكون عام باش أنهم كيقدروا يلتحقوا بالزوج أو الزوجة أو العائلة ديالهم سواء الأبناء أو الآباء. دابا ولات أقصر مدة هي 18 شهر. فالنصيحة اللي كنعطيكم الناس اللي كيدفعوا للغروبمون فاميليال يحاولوا ما يغلطوا في حتى معلومة، يتأكدوا بأن جميع الوثائق مطلوبة كاينة في الملف ديالهم قبل ما يصيفطوه. الختام، فبالرغم من هاد التغيرات الجديدة ولا هاد القوانين اللي دارت في كندا الفرص مازال مفتوحة. اللي باغي يخدم يقرا أو يجيب العائلة ديالو لكندا يجي. صحيح كاين واحد التحديات جديدة بحال مثلا ارتفاع في التكاليف المعيشة، ارتفاع في السكن، وكذلك أن السكن ولا قليل وبالأخص كيف قلت في المدن الكبرى. ولكن مع ذلك مازال كندا محتاجة واحد اليد العاملة بالأخص في القطاعات بحال التكنولوجيا، الصحة، في الفلاحة. كندا كتحتاج بزاف ديال العمال وهي ديما كتبحث على الناس اللي عندهم واحد المهارات وواحد التجربة باش تعمر به الخصائص اللي عندها. إلا كنتي باغي تهاجر لكندا اجي، ولكن حاول تجهز راسك مزيان، تحسن من مستوى اللغة ديالك، تعرف شنو هي التخصصات المطلوبة. وبالمقابل كنصحكم بالصبر وبالصبر بزاف، حيت انا عارفه بان ولاو تيتعطلوا دابا باش انهم يعطيو الفيزا، ولات شويه الامور معقده بالنسبه للاوراق. خص الانسان يكون صبور ويوجد راسو مزيان ويحاول يعرف القوانين باش يكون مستعد لاي تغيير. وكنتمنى التوفيق للجميع. ما تنساوش ان عندكم شي اسئله خليهم لي في لي كومونتير، وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كيهمهم الامر والناس اللي باغيين يجيو لكندا. وكنشكر الجميع وتنتمنى مرة أخرى التوفيق للجميع.